رمضان كريم. كيفكم جماعة؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله كله تمام. تيم حسن نزل مسلسل جديد فحبيت أعمل رياكشن عليه، وحبيت أعمل هاي السلسلة سلسلة مسلسلات رمضانية. أوكي، هذا الفيديو راح يكون قصير كثير. راح نعرف قصة المسلسل وشو هو دور تيم حسن والممثلين اللي معه. فحطوا لايك واشتراك وجيبوا شي كمان تشربوه. أنا عن نفسي راح أشرب قهوة. بس قبل ما نبدأ أعرف شو راح تقولوا. رام أنت كل يوم عندك استوديو جديد؟ لا، أنا ما عندي استوديو جديد كل يوم. هي غرفتي بس بدها شوية صيانة وراح أرجع لها إن شاء الله. هاي غرفة أخوي الصغير. عموما خلينا نشرح قصة المسلسل. أوكي يا جماعة، قصة تيم حسن هي بكل اختصار تحكي عن شيخ جامع يظهر للناس كشخص متدين، ولكن في السر هو يعيش حياة مظلمة كقاتل. والقصة تدور عن التناقض بين شخصيته الحقيقية وشخصيته اللي هي قدام الناس كشيخ جامع. تيم حسن مختصر شخصيتين بل بشخصية واحدة، شيخ قدام الناس وقاتل بالخفاء. ومن الجميل بصراحة انه في عدة من الممثلين اللي انا بحبهم مثل منى واصف، ومنى واصف هي شخصيتها امرأة قوية ولها تأثير كبير على المسلسل. وهاي هي القصة باختصار، ولسه امبارح نزلت الحلقة الثانية. وبعد ما عرفنا القصة باختصار خلينا نشوف بعض المقتطفات من الفيديوهات ومن الناس اللي نشروها على التيك توك. شو اسمك؟ الله يسامحه اللي كان السبب. عندي حرف مضروب. اسمي زابر. جابر يعني؟ ذابر. عندي مشكلة، عندي حرف مضروب بالزين، يعني رايح زاي زامع كنيسة زبدي ستي. وصلت؟ رايح زاي زامع كنيسة ستي 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 ستي. رايح زاي زامع كنيسة زبدي ستي. بصراحة بيني وبينكم بشوف انه حركة رخيصة نوعا ما، مثل بعض المسلسلات اللي صارت تنشهر لانه بس تجيب مشاهير تيك توك ويوتيوب على مسلسلات. حرامي، انا انسان كثير منيح وكثير محترم وتعبان على حالي، ولك انا حاصل على شهاده من يوكي بلندن وشهاده بباريس. انا متربي اكثر منك 10 مرات وكنت رفيع لسليم. حرامي، انا انسان كثير منيح وكثير هلا بيناتنا يا جماعة، اوكي انا ما عندي اعتراض على اسلوب كلامهم، ولكن في بعض الناس بيتفرجوا مع عائلاتهم، فما احس انه هذا الشيء حلو ترى، خصوصا انه هو بيعرفوا كلياتنا بنعرف انه بالسفرة الرمضانية كل العائلة تكون متلمة حوالين السفرة وبتتفرج. اوكي يمكن مش الكل، ولكن هو والطاقم. يعني شو شعورك انت كمتفرج عم تتفرج على هالمسلسل مع اهلك وبنص المسلسل يطلع لك مشهد واحد بيقول هي شهادة؟ ما بعرف، يعني احس انه مو حلو لهالدرجة. هلا انا كشاب بالنسبة لي عادي، ولكن بعض الناس يتفرجوا مع اهاليهم. يعني لو كان حط المخرج ببداية كل حلقة تنبيه انه في كلمات كذا كذا بذيئة، كان راح يكون افضل بصراحة. هون هو يعطي كاريزما انه وزير نساء. خلينا نشوف. ليه على قلبي وسبوبية كمان، لكن مو مولانا بيلبق له. أمي خليه يجي ينام عنا حرام. شو أكيد بيكون مشتاق لأكلاتنا، بيكون نشف قلبه من أكل الفرنجي. وهي حبة البركة ومنزيد البركة لبركتنا. حسن عم بيقلد ياسر العظمي. شو بتقصد بقى؟ طيب كيف؟ تعودنا على تيم بكل مسلسل يعمل شوية قصص تروح فايرل على السوشيال ميديا، طيب بركي شي ابن أحبة. والسنة من وقت ما نزل برومو مسلسل مولانا والناس تركت كل شيء واشتلقت على تيم بهالمشهد. اكسبني ولا تعاديني. ايوه طبعا محتاج الموضوع كتير من التفكير لحتى نفهم مين عم يقصد. طيب شو سكرك فيي بعد كل المدة؟ وهذا اللي رفع حماس الناس للمسلسل. بالمناسبة رح تحضروا على الثانية. شوفوا الضباط شوفوا. تسلم لي عينه على هاللسان الحلو الدافي اللي عنده. لهيك رح بتلاقي كتير من التعليقات عم بتقول انه معقول حسن عم بيقلد ياسر العظمي. شو بتقصد بقى؟ طيب كيف؟ ده انا ما نمتش لسه يا جدعان، بقالي نفسي انام يا عمي زي انت ما بتنام. نفسي انام. ما اشوفه عيب انه ياخذ بعض اللقطات او بعض الكاركترات من مسلسل مرايا، لانه مسلسل مرايا اصلا مثل ما بتعرفوا مخزون كبير من القصص مثل ما تعرف. فاشوف انه هذا شيء عادي انه الواحد ياخذ من مسلسل مرايا بصراحه، خصوصا انه درة المسلسلات السورية تاريخيا.
مولانا مولانا اكيد مولانا. شو هذا المصيبة اللي أنا فيها؟ ما حتشوفني برمضان، حتشوفني عم بحضر مسلسلات. كلهم عم بتصوروا والله. بصراحة ما أشوف إنه يستاهل هالضجة الكبيرة على مسلسل مولانا. مو ملاحظين إنه مسلسلات رمضان صارت مكررة أكثر؟ يعني نادرا ما أشوف مسلسل هيك يكون لامع وسط الظلمة هاي كلها. أنا من ناحيتي قررت إني أتفرج على مولانا لأني مش شايف أي مسلسل ثاني أحسن منه حاليا بهالفترة، خصوصا إنه في كثير مسلسلات أنا غسلت إيدي منها من زمان يعني. عموما هذا كان الفيديو تبعنا لليوم. أعرف إنه فيديو تسليكي نوعا ما، وأبشركم خلصت الصيانة بغرفتي وراح أرجع لها إن شاء الله الفيديو الجاي. فخبروني أنتم بالكومنتات شو رأيكم عن المسلسل، وشو رأيكم أصلا إنه يكون في هيك كلمات بديعة في بعض المسلسلات، خصوصا من مسلسلات تيم حسن اللي أغلبها هيك. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وأشوفكم بالفيديوهات الجاي. سلام. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟